اللي يثير الاعلاميين من الجدل عن المنتخب العراقي من بعض القنوات الفضائيه بمثل هيجي وقت حرج هي بعيده عن الروح الرياضيه، وسبق انه شفنا مثل هيجي حملات خلال التصفيات. يدري ما تبتوا؟ هاي هي القائمه الاوليه لمنتخبنا الوطني المكونه من 34 لاعب، لكن هو المفروض 36 لاعب بانتظار حيدر عبد الكريم ومنتظر الماجد، وبعد المعسكر التحضيري باسبانيا راح يستبعد 10 او 8 لاعبين، وهاي اللي راح تكون القائمه النهائيه للمنتخب العراقي. واحنا من هسه نشوف اللي يعرف واللي ما يعرف كره القدم سوي هاشتاج على لاعب واحد وحملات تسقيط بالمنتخب. بس للتوضيح، المدرب ارنولد استدعى منتظر الماجد سابقا بالتصفيات، لكن هو ما استجاب للدعوه الموجهه له، وهاي هي الضريبه عدم الاستدعاء. المدرب ارنولد قال بالحرف الواحد من الممكن ان يؤثر حضوره على بقيه اللاعبين نفسيا، وبالتالي الامر كله يعود للمدرب ارنولد، وهذا هو اللي مقتنع به. يعني البارحه شاديتوا به وهسه تنتقدوه؟ ولا تنسون بعدين انتم جايين على لاعب مراد المنتخب بأسوأ حالاته، وتنسون انه المنتخب بحاجه الى نص الفريق حارس مرمى. يا اخي لحد الان المنتخب العراقي يعاني على صعيد حراسه المرمى، لكن ان شاء الله باللاعبين الحاليين يكفون ويوفون ويكونون على قدر المسؤوليه، والمفروض بالوقت الحالي الكل يساند المنتخب لانه ما بقى شيء على كأس العالم. وعاش العراق.